الكحك وحش والبسكوت مش حلو والباكجنج وحش والسعر غالي. طب يعني ما فيهمش ميزه اتكلم عنها والله العظيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بدر عياد وده بتاع ريفيوز. رمضان خلاص بيخلص وداخلين على العيد، وبعد ما خلصنا كل الترندات واختراعات رمضان جه الوقت اللي نجرب فيه كحك العيد وبسكوت العيد اللي بينزل في كل الحلوانيه تقريبا. جبنا من 4 محلات مختلفه وهنجربهم معاكم دلوقتي عشان تعرفوا ممكن تشتروا منين وما تشتروش منين، وحاولنا نجيب من كل براند كذا حاجه عشان نقدر نقيم صح. والاربع براندات هم العبد، اتوال، اكسبشن والدوماتي. حاولنا نجيب 4 براندات قريبين من بعض في السعر ومنتشرين برضه على مستوى القاهره عشان ناس كتير تقدر تجيب منهم وتعرف تستفيد من تجربتنا صح. حاولنا كمان نجيب كحك وبسكوت العيد من توتينا، بس لقينا ان السعر تقريبا ضعف باقي البراندات التانية، فاستغربنا شويه الحته دي وما جبناهوش. هنبدا مقارنه الكحك والبسكوت من اتوال. الباكجنج بتاع اتوال تحفه، عليه ست بتعمل كحك كده وفي الباك جراوند اطفال بتلعب وحاجات كده ليها علاقه بكحك العيد، ومكتوب على العلبه كحك بطعم السعاده. ده تقريبا السلوجان بتاع اتوال في العيد السنه دي. واوفرول من الصوره بيدخلوك في مود العيد من فكره الاطفال اللي بتلعب والبلالين اللي طايره والجو ده. يلا نفتحها مع بعض. والعلبه دي سعرها 170 جنيه وهي عباره عن علبه ميكس كيلو، فيها 59 قطعه، فيها كحك وبسكوت شوكولاته وبيتي فور شوكولاته وغيبه. اول حاجه الباكجنج حتى من جوه لذيذ جدا وبيحافظ على الحاجه. بصوا شكلها عامل ازاي. وكمان السكر بيجي بره العلبه عشان تحط بالكميه اللي انت عايزها. يلا بينا ندوق الكحك ونشوف ايه راينا. الكحكايه ناعمه قوي، تفاصيلها باينه، ريحتها كمان حلوه. هنحط عليها السكر ونجرب. ده سكر بودره طبعا. تعالوا ندوق ونشوف. بسم الله. موضوع ان هم حاطين السكر بره الكحك ده حلو جدا، بحيث ان انت تقدر تتحكم في كميه السكر اللي بتتحط على الكحكه. انا حطيت كميه متوسطه لا هي كتير ولا هي قليله، فبالتالي طعمها ما كانش مسكر قوي وطعمها كان مظبوط. الكحكه نفسها فيها سمنه بس مش تقيله، معموله بالسمنه البلدي. طعمها حلو الصراحه وعجبني. مش عارف اللي جاي بقى ممكن يعلوا عليها، يبقوا اقل يبقوا اعلى. هندوق ونشوف. يلا بينا. تاني حاجه معانا في اتوال وهو البسكوت. محتاج شاي بلبن كده، يعني الانتاج مش هيجيب لي شاي بلبن. دي البسكوته شكلها حلو الصراحه. البسكوت ده بيفكرني بقى ايه باول يوم العيد بعد صلاه العصر كده واحنا قاعدين بنتفرج على مسرحيه العيال كبرت، مود مع كوبايه شاي بلبن كده وتسقي فيه. ياه هاتولي العيد دلوقتي. المهم البسكوت قوامه حلو قوي وشكله لذيذ، مش هش مش طري قوي، واهم حاجه الطعم. يلا بينا. بسكوت اتوال ممكن يبقى بالنسبه لبعض الناس حلو، بس بالنسبه لي انا طعم السمنه فيه واضح زياده عن اللزوم، فيه سمنه كتير، فده الصراحه قفلني وحسيت ان البسكوت تقيل. واحلى حاجه في البسكوت حتى ان انت تاكل منه كتير، تاكل منه حبه وانت بتشرب شاي بلبن او حاجه، فبيبقى خفيف. فدي الميزه الاساسيه في البسكوت، بيبقى حتى اخف من الكحك وباقي الحاجات. يلا ندوق اللي بعده. تالت حاجه معانا وهو بسكوت بالشوكولاته. نفس الفكره في الباكجينج، نفس فكره البسكوت عادي، بس باين انها ايه اغمق شويه بسبب الشوكولاته. اتمنى ما يكونش فيه نفس فكره السمنه الزياده اللي كانت في البسكوت العادي. الميزه في البسكوت ده ان السكر فيه مش عالي قوي، حتى موضوع السمنه اللي اتكلمت عليه في البسكوت العادي مش ظاهر هنا قوي. بس الشوكولاته نفسها مش احلى حاجه، مش احلى طعم الشوكولاته ممكن تدوق في بسكوت. لذيذه شغاله بس مش احسن حاجه. يلا على اللي بعده. رابع حاجه معانا في علبه اتوال بيتي فور بالشوكولاته. ده شكلها الاتنين لازقين في بعض بالشكل ده. باين الشوكولاته يعني بتلزق ايدي بسبب الشوكولاته، فدي حاجه لذيذه. تعالوا نشوف. البيتي فور بالشوكولاته ده احلى حاجه موجوده في العلبه دي، احلى من الكحك والبسكوت اللي بالشوكولاته وكل حاجه لحد دلوقتي. ليه؟ لان الشوكولاته طعمها حلو جدا ولايقه مع البيتي فور. السكر مظبوط، وده بجد اللي هينفع مع كوبايه الشاي بلبن او النسكافيه. يعني ده اللي يبقى لايق، سكره لا هيليق مع ان انت تشربه مع حاجه. اخر حاجه في علبه اتوال وهي الغيبه. دي الغيبه باين قوي انها ناعمه، بس انا الصراحه مش بحب الغيبه اكتر حاجه في حلويات العيد يعني. بس تعالوا ندوق ونشوف نظامها. اوكي، هو ده تيبيكال غيبه زي اللي بتتعمل في بيوتنا كلها تقريبا.
ما فيهاش شيء مختلف قوي او ما فيهاش شيء مميز قوي، بس هي لذيذه ما اقدرش اقول عليها وحشه. بس كان نفسي تبقى اعلى من كده مثلا، زي البي تي 4. البي تي 4 كان في حته ثانيه فعلا. احلى حاجه في علبه اتوال الفرايتي. العلبه دي سعرها 170 جنيه، وفيها 8 بوكسات ل6 اصناف. فدي حاجه حلوه جدا. فيها بي تي 4، كحك ساده، كحك بملبن وغريبه، بسكوت عادي، بسكوت بالشوكولاته. ففيها فرايتي كتير قوي. فدي حاجه كويسه جدا لو انت رايح عزومه. مش عارف الناس دلوقتي بتهدي بعض بكحك ولا لا، بس انت لو رايح مثلا لاهلك في العيد، رايح لقرايبك في العيد، كل الكلام ده ممكن تجيب العلبه دي. شكلها تحفه، سعرها تحفه، الفرايتي اللي فيها ضخمه جدا، فتكون مناسبه جدا لو انت رايح في اي مكان في العيد. ده كان اتوال بيصعب المنافسه على كل الحاجات اللي جايه. تعالوا ندوق ونشوف تاني واحد معانا، وهو اكسبشن. البوكس ده سعره 170 جنيه، بس احنا جبناه من خلال ابلكيشن وفرها ب 145 جنيه، فهو ارخصهم لحد دلوقتي باستخدام التريك اللي هي الابلكيشن. تعالوا نفتح ونشوف. الباكجينج شايفه متوسط، مش وحش ولا مش حلو، عادي جدا يعني. تعالوا نشوف من جوه عامله ازاي. دي العلبه. الميزه اللي كانت موجوده في اتوال بقى الصراحه، كانت العلب صغيره فكانت محتويه قوي البسكوت والكحك. انما هنا العلب كبيره، فبالتالي ايه، البسكوته ممكن تتكسر، البسكوته ممكن تدخل في اللي بعدها، فمش احسن حاجه. بس هو لطيف يعني، مش وحش. اهم حاجه بالنسبه لنا الطعم، مش مهم الكلام ده كله، كلها شكليات. هندوق اول حاجه الكحك. ده الكحك بتاع اكسبشن. الكحكه نفسها كبيره شويه، باين فيها الدسامه اكتر من بتاعه اتوال. شكلها لذيذ. هي اقرب شويه للكحك اللي بنعمله في بيوتنا. هنحط عليها السكر وندوق. الكحك بتاع اكسبشن السمنه البلدي فيه باينه قوي قوي، تقيله يعني. الكحكايه نفسها تقيله، مش هتقدر تاكل منها 2-3 الا لو انت بقى بتحب السمنه البلدي قوي وبتحب الحاجات التقيله يعني. حتى انا ما حطيتش عليها كميه سكر كتير، بس هي يعني الكحكه نفسها تقيله قوي على اللي بياكل. فالكحك ده هيكون مناسب جدا للناس اللي بتحب الكحك التقيل اللي معمول بسمنه بلدي، والسمنه فيه باينه قوي وطعمها طاغي قوي. تعالوا ندوق البسكوت والباقي الحاجات ونشوف. ده بسكوت اكسبشن. البسكوته ارفع شويه من البسكوت بتاع اتوال، وتحس انها اخف. البسكوت بتاع اكسبشن اخف كتير من البسكوت بتاع اتوال. السكر فيه مظبوط، السمنه فيه مش كتير على عكس الكحك بتاع اكسبشن. فالصراحه ده بالنسبه لي ده البسكوت اللي انا بدور عليه، وده البسكوت اللي بحب اكله في العيد مع الشاي او الشاي بلبن او الكلام ده. واخر حاجه موجوده في البوكس هي البي تي 4. ده شكل البي تي 4، كذا نوع. مش عارف في فرق في الطعم ولا لا، بس شكلهم لذيذ يعني. في فرفتها كتير قوي على الترابيزه، بس معلش بقى عشان بناكل حاجات كتير. البي تي 4 بتاع اكسبشن طعمه حلو ولذيذ. الاشكال او الالوان اللي كانت مختلفه، سواء الدارك شوكليت او الوايت شوكليت او كل الالوان دي، شكلها حلو، بس ما حسيتش قوي باختلاف في الطعم ما بينهم هما الثلاثه. بالنسبه لي البي تي 4 حلو، ممكن ارشحه، بس البي تي 4 بتاع اتوال احلى بحبه. ده كان البوكس بتاع اكسبشن. بوكس لطيف لذيذ، ممكن ارشحه لان هو اقل سعر ما بين كل البراندات اللي احنا جايبينهم النهارده، ويمكن يبقى اقل سعر من السوق. دي حاجه كويسه جدا وتحسب له. الفرايتي طبعا هو اقل من اتوال. لسه الحلقه طويله ولسه هنكمل ونشوف باقي الحاجات. تعالوا ندوق ونشوف مين احلى واحد بيعمل كحك وبسكوت في مصر. تالت واحد معانا وهو الدمياطي، حلواني الدمياطي. جبنا من عنده حاجتين بس، لان هو ما كانش عنده علبه مشكل. فجبنا من عنده نص كيلو كحك ونص كيلو بسكوت. نص كيلو كحك ب 95 جنيه ونص كيلو بسكوت ب 85 جنيه. الباكجينج بسيط جدا، مفيش باكجينج اصلا. هو عباره عن علبه محطوط فيها الكحك والبسكوت وبس يعني. حتى مفيش تفاصيل يعني في الباكجينج قوي ممكن نتكلم عنها، سواء الكحك او البسكوت. ده الكحك، ممكن ان البسكوت جاي في علبه، فدي حاجه لذيذه. شويه الكحك دول ب 95 جنيه، مش اي حاجه. فمش عارف، السعر مبالغ فيه بالنسبه لي. والباكجينج تحسه باكجينج ممكن يكون محل مغمور بيبيع حلويات، مش براند كبير زي الدمياطي. المهم ندوق الطعم ونشوف. تعالوا ندوق الكحك. الكحك صغير قوي، شبه الكحك بتاع اتوال اللي دوقناه في اول الحلقه. السكر مموتني والله، بنتعب قوي عشانكم، فعشان كده اعملوا لنا سبسكرايب ما تنسوش، والنبي والنبي. كحك الدمياطي. حجم الكحكايه صغيره قوي.
خفيفه مش تقيله، بس طعمها مش لذيذ، يعني ما تحسش فيه اللذه او السكر بتاع الكحك. يعني هي شغاله، يعني لو جات لي مش هتضايق منها، بس مش دي اللي اروح اطلبها اللي ارشحها ليكم. لا، بالنسبه لي الكحك بتاع اكسبشن وقبله اتوال كان احلى بحب. تعالوا ندوق البسكوت ونشوف. بسكوت الدمياطي، شكل البسكوته حلو كده، فيها تكستشر مختلف عن البسكوت اللي احنا كنا بندوقه في الاماكن اللي فاتت. شكلها حلوه، انا متفائل بشكلها، بس المهم الطعم. الكحك وحش والبسكوت مش حلو والباكجينج وحش والسعر غالي، طب يعني ما فيهمش ميزه اتكلم عنها والله العظيم. البسكوت مش ألذ حاجه الصراحه، مسكر زياده عن اللزوم، تقيل، مفرول، حتى مش ماسك نفسه، قوامه مش ماسك نفسه. دمياطي بالنسبه لي بعيد قوي عن المنافسه، كاسعار، كباكجينج، كطعم، كسعر، ككل حاجه. لا، مش عاجبني. اللي جاي معانا هو اتقل واحد واشهر واحد في مجال الكحك والبسكوت في العيد. كحك وبسكوت العبد، اشهر مكان بيعمل كحك وبسكوت في مصر تقريبا. كل الناس بتروح تجيب من عنده الكحك والبسكوت، خصوصا بعد ما فتحوا فروع كتير قوي على مستوى القاهره كلها تقريبا. فانا متحمس جدا اجربه، لانه ده دايما اللي بنجيب منه الكحك والبسكوت والكلام ده. حتى في الشركات هتلاقيهم دايما بيوزعوا على موظفين كحك العبد. الباكجينج لذيذ، لون ازرق في اخضر، معرفش ده ملوش علاقه قوي بالايدنتيتي او بالشكل بتاع العبد، بس الشكل عامه لذيذ. دي علبه كيلو مشكل سعرها 170 جنيه. العلبه متقسمه 3، جزء للبسكوت وجزء للكحك وجزء للبيتي فور. البيتي فور واضح انه فيه اكتر من شكل، واحده بالشوكليت واحده بالوايت شوكليت، والبسكوت العادي والكحك. العبد لو زي السنين اللي فاتت فهو هيعلي على كل الناس اللي جت لحد دلوقتي. نبدا بالبسكوت. البسكوته واضح انها مش تقيله، خفيفه، قوامها برضو مش مفرول ولا اي حاجه، فشكلها لذيذه. وعلى عكس المتوقع البسكوت بتاع العبد فيه افتر تيست مش حلو خالص. البسكوته السكر فيها عالي، مش خفيفه قوي زي ما كان شكله يعني باين. ممكن ما يبقاش هو احلى بسكوت دوقته في الحلقه النهارده. تعالوا ندوق بقى الكحك. الكحك ده القوام بتاعه، باين ان الكحكه تقيله كده، وبرضه بيجي معاه السكر. بس احلى حاجه بتيجي مع العبد البتاع ده عشان تحط فيه السكر، وبعد ما تحطه فيه تقوم رشش بيه السكر على الكحك، فدي حاجه لذيذه جدا وحركه صايعه الصراحه. طب نحط السكر بقى على الكحكه بالشكل ده. الكحكه لذيذه بس تقيله قوي قوي قوي، تحس ان انا باكل سمنه فيها كحك. على المستوى الشخصي مش بحب الكحك التقيل، ممكن تبقى مناسبه لناس تانية كتير جدا، بس مش مناسبه بالنسبه لي. ده وجهه نظري وده رايي الشخصي. اللي بعده بيتي فور. في 6 اشكال تقريبا للبيتي فور، منهم الدارك تشوكلت والوايت شوكلت اللي بالبسكوت. هندوق واحده منهم ونشوف هل البيتي فور هيعلي عن بيتي فور اتوال اللي انبهرنا بيه في اول الحلقه ولا لا. بيتي فور العبد لذيذ جدا، الشوكولاته فيه مظبوطه حقيقي. البيتي فور ده تحفه من كل الجوانب. هو واتوال في البيتي فور بينافسوا بعض وبقوه. وهنيجي بقى للتقييم النهائي واهم فقره في الحلقه. دي كانت تجربه مبسطه عن حلويات العيد، الكحك والبسكوت والبيتي فور. بالنسبه لي كلهم كويسين ما عدا الدمياطي ما جاش النهارده تقريبا، سواء في الكحك او البسكوت او فكره ان هو ما عندوش كيلو مشكل اصلا. فكل الحاجات دي بالنسبه لي الدمياطي ما جاش وبره المقارنه. يتبقى معانا اكسبشن والعبد واتوال. اكسبشن بالنسبه لي كان احلى بسكوت فيهم كلهم. اتوال احلى حاجه فيه كانت الكحك، والعبد البيتي فور كان تحفه فيه. بس برضه البيتي فور بتاع اتوال كان لذيذ جدا ويقدر ينافس بقوه مع العبد. مفيش حاجه في كل البوكسات دي سخيف او ما اقدرش اجيبه، بس دي ارائي وتفضيلاتي الشخصيه. طب انا لو كبدر، لو انا هجيب مثلا لعيلتي او هجيب لاسرتي كحك العيد، هجيبه اكيد من اتوال. ليه اتوال؟ لانه الباكجينج بتاعه محترم، في فرايتي كتير جوه العلبه، سعره مناسب بالنسبه لباقي الاماكن. ف اتوال بالنسبه لي كاوفرول اكسبيرينس هتكون ليه
لان انا عجبني الباكجنج وعجبني كل التفاصيل ليها علاقه باتوال. ولو السعر فاهم معاك قوي، اكسبشن لذيذ جدا، وخصوصا مع الاوفر اللي عاملينه مع وفره اللي هو ب 145 جنيه ده، فده سعر اقل من كل الاسعار اللي في السوق. وتقريبا حتى الاماكن اللي احنا ما جبناهمش النهارده بيلعبوا في نفس الرينج اللي هو 170 جنيه تقريبا، فده ممكن يكون ارخصهم لو السعر فارق معاك، وبرضه هتجيب حاجه كويسه وحاجه محترمه. العبد الصراحه حلو، مش وحش خالص، بس مش زي ما انا كنت متوقع. كنت متخيل ان العبد هيبقى احسن من كل البراندات التانية، بس ده الصراحه ما حصلش. بس هو مش وحش برضه ولطيف. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على يوتيوب، وتعملوا لنا فولو لايك على كل البلاتفورمز، وتعملوا لي انا فولو على انستجرام وتيك توك. باي باي.